تعرف عليها من اللاعب مهند علي اللي ويانا الان باتصال هاتفي مباشر. ميمي السلام عليكم ويا اهلا وسهلا بيك، ونتكلم عن موضوع العقد الاحترافي من الدوري الروسي. اهلا وسهلا بيك ميمي. عليكم السلام استاذ حيدر، شلونك؟ شو اخبارك؟ يا اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بك. طبعا في البدايه تتوقف اليوم كل لاعب انه طموحه انه يحقق افضل الدوريات، وخاصه من الدوريات الاوروبيه، الدوريات على مستوى. اليوم تعرف انت بعد يعني الفتره اللي بعد الاصابه بعد سنتين الحمد لله انا قدرت ارجع وقدرت انه العب منتخب وارجع مع النادي وتحياتي لنادي الشرطه اللي ما قصر وياي بعد ما رجعت من الاحتراف. لكن هي كرة القدم، اليوم انت هنا اليوم برا اليوم، بس هو اللاعب لازم انه عليه انه يقدم كل ما عنده في سبيل انه يقدم المستويات الجيده حتى يروح الدوريات الزينه. ما قدرت تقنع الاداره الى الان؟ والله انا كلمت الاداره، كلمت الاخوان بالاداره، يقولون يعني كل ما عندي انه حكيت وياهم انه انا يعني ابدا خلاص انه انا اطلع، وهذا العرض يعني عرض جيد ومن ناحيه من كل النواحي، من ناحيه الدوري، من ناحيه من كل النواحي هو جيد يناسبني. فكلمت الاخوان بالاداره، كلمت الناس، كلمت يعني الاخوان موجودين بالاداره، الصراحه رفضوا انه يقولون انه احنا يعني احنا يعني صار في وضع الفريق وصار في منافستنا مع الدوري، بس هو بقى ثاني يعني انحل يعني انه انا خلاص انه انا ابدا اروح مثل هيك دوريات. يعني انت تعرف اليوم انت تمثل بلد، تمثل منتخب، تقدر تطور اكثر بعد من مستواك في سبيل خدمه البلد. زين، نصيحه كاساس طرحتها عليه مع احترافك بالدوري الروسي؟ والله هو شوف يعني هو الكابتن يتمنى انه اللاعبين الموجودين يحترفون الدوريات على مستوى عال، خاصه بالدوريات الاوروبيه. بعد ما يعني كنت يعني بعد ما رجعت انه طرحت عليه الفكره انه انا ارجع باوروبا. الشخص هو داعم لكل اللاعبين الموجودين. زين، فما ما اعتقد انه اكو مشكله بالموضوع. زين مهند، اسالك سؤال. انت بعقدك انا قريتها فقره يعني يحق للطرف الاول اللي هو انت والطرف الثاني فسخ العقد في حال الحصول على عقد خارجي. مو هذا بالعقد مالتك موجود؟ موجود، اي صحيح موجود. زين، تقدر انت قانونيا يعني تفسخ عقدك ويعني ما هذا موجود بالعقد، يعني ماده منصوص عليها. انا اليوم تعرف انت نادي الشرطه وانا بالنادي الشرطه ما رضيت تجي هاي الامور ومحاكم وما اعرف شنو. انا اليوم بعد ما جاني العرض رحت الاداره دايركت يعني قلت لهم خلاص يعني انه انا اليوم اتعقد ودوري يعني دوري قلت لك دوري يعني الدوري الروسي والفريق جيد بالدوري الروسي والمدرب رايدني والنادي رايدني، فرحت عليهم يعني ما احب انه انا اسوي مشاكل او اسوي محاكم او اروح او كذا. انا اليوم جيتهم وترجيتهم، بس هم متمسكين باللاعب. يعني انا اضم صوتي يعني الى صوتك الى اداره نادي الشرطه. يعني الان احنا جاي نشوف هي رغبه اللاعب يروح يحترف بالدوري الروسي، يعني رغبته الاحتراف. يعني حتى قضيه الابقاء ضمن صفوف الفريق كل احنا نعرف اللاعب شاء ام ابى راح يتاثر، يعني ما راح يبقى بهذا العطاء، بهذا المود اللي هو متعود عليه، ويشعر انه انتم وقفتوا حجر عثره بطريقه. فهي مناشده الى اداره نادي الشرطه لكل الاخوان المحترمين. الشرطه عنده لاعبين جيدين، ميمي وممكن من يعوض ميمي، فصعب جدا اللاعب يشعر ان الموجودين هم وقفوا بطريقه. واليوم حق ميمي واحنا حقنا كاعلام وحق الجماهير تشوف لاعب بدوري اوروبي محترم مثل الدوري الروسي. والفريق احنا البارحه بحثنا عنه احد الفرق المتميزه بالدوري الروسي، وميمي يكفي انه من رجع من الاصابه بقى وفضل فريق الشرطه على كل العروض الاخرى، واحنا نعرف هواي عروض. لذلك اداره نادي الشرطه اللي احنا نعرف كل زين هي اداره متعاونه جدا، وميمي يعتبر هو ابن نادي الشرطه. فارجو بما انه اللاعب رغبته الذهاب الى روسيا بما تبقى من وقت خلي نحسم هذا الموضوع. واللاعب مره ومرتين وثلاثه والان يؤكد بانه رغبته يروح مع الدوري الروسي مع الاحتراف. مو يا ميمي هاي رغبتك اللي الان انت مركز عليها؟ ميمي تسمعني؟ ما اسمعتك. الو، تسمعني؟ اسمعك هنا. انت رغبتك تروح للدوري الروسي يعني خلاص يعني. وقلت لك يعني اللاعب اليوم يعني صراحه اي لاعب انه تقول له شنو طموحك، يقول لك انه انا اطلع واحترف من احسن الدوريات خاصه باوروبا. فاكيد يعني
طموح انه انا العب باوروبا وارجع، وممكن اروح الفرق بعد اكثر اذا قدمت واذا لعبت واذا اعطيت، ممكن اروح يعني الفرق كبيره. واضح. انا اشكرك، وان شاء الله توصل رساله الى اداره نادي الشرطه، وهي قضيه ترى مو تخدم اللاعب فقط، يعني حتى فوائدها على منتخبنا الوطني، هي رغبه المدرب لاعبين يتواجدون في دوريات اوروبيه، ممكن على اللاعب نفسه تنعكس قضيه ايجابيه، لانه هو حقيقه ميمي ما اخذ فرصته الكامله بالاحتراف، الاصابات كانت تلاحقه، فاتمنى من اداره نادي الشرطه، نعم الفريق بحاجه الى خدمات ميمي، فريق منافس على الدوري، بس الفريق ما اعتقد راح يوقف على لاعب، ونادي الشرطه نادي كبير. شكرا جزيلا مهند علي ميمي، مهاجم المنتخب الوطني ونادي الشرطه، ونتمنى لك كل التوفيق، ولاداره نادي الشرطه التعاون مع ما اطرحناه، وهي اداره متعاونه مثل ما عهدناها في اوقات سابقه. تصريح